بينما كانت البلاد مستنية السنة الجديدة والكل مبسوط وبيحتفل، حصل سلسلة زلازل في اليابان ليلة راس السنة وبوظت عليهم الاحتفالات، و2023 مرضتش تمشي كده بسلام. وبدل الحكومة اليابانية ما تأمن الاحتفالات، قضوا راس السنة بيدوروا على الناجيين تحت الأنقاض. بس دي مش حاجة جديدة على اليابان، الزلازل هناك بقت حاجة معتادة وعادية. المرة دي الزلزال كانت قوته 7.6 درجة، ووراه توابع أضعف منه شوية وتسونامي، وتسبب في وفاة 62 شخص ودمار شديد للمناطق القريبة من مركز الزلزال. وخد بالك، زلزال زي ده لو في دولة تانية كان هيبقى عدد الضحايا أضعاف الرقم ده. بس اليابان من الدول المتقدمة جدا في عمل مباني وإنشاءات مقاومة للزلازل، وده اللي مخلي عدد الوفيات قليل مقارنة بقوة الزلزال. اليابان هي أكتر بلد نشطة زلزاليا في العالم، متوسط عدد الزلازل هناك 1500 زلزال كل سنة، بس معظمهم بيكون ضعيف. بس كل فترة كده يحصل واحد قوي ويعمل مشاكل، وكان أشدهم زلزال مارس 2011، وده كان بقوة 9.1 ريختر وراح فيه أكتر من 20,000 إنسان. طب اشمعنى اليابان؟ إيه اللي بيتسبب في كل الزلازل دي؟ الزلازل بتحصل نتيجة حركات الأرض وزحزحة الألواح التكتونية اللي ما بتقفش. ولو ما تعرفش إيه هي الألواح التكتونية هسيب لك فيديو الألواح التكتونية في الديسكريبشن. والبلاد اللي بتكون قريبة من حواف الألواح اللي بتتحرك دي بتكون معرضة لظواهر زي الزلازل أكتر من البلاد البعيدة عن الحواف التكتونية. اليابان بقى بسم الله ما شاء الله وقع وسط 4 ألواح تكتونية. اليابان موجودة في منطقة جيولوجية اسمها حلقة النار، ودي حزام حوالين المحيط الهادي بيحصل فيه زلازل وبراكين أكتر من أي مكان تاني على الأرض نتيجة الحركات التقاربية اللي بتحصل فيه. وبيحصل فيه حاجة اسمها اندساس، ودي لما المحيط ينزل تحت القارة. وحلقة النار دي بيحصل فيها 75% من براكين العالم و90% من زلازل العالم. وغير اللوح الهادي كمان اليابان بتتأثر بحركة اللوح الأمريكي الشمالي واللوح الآسيو أوروبي ولوح بحر الفلبين. فأي حركة بتصدر عن أي لوح من الأربعة ممكن تسبب زلزال في اليابان. وعشان الزلازل محدش يقدر يتنبأ بيها وممكن تحصل في أي وقت وأي مكان، فاليابانيين طوروا الهندسة المعمارية عندهم بشكل كبير، وبقوا يبنوا مباني وإنشاءات مقاومة للزلازل، وده بيقلل الخسائر في الأرواح والمنشآت بشكل كبير. زلزال بقوة 7.6 زي اللي حصل ده لو في أي مكان تاني كان هيكون عدد الضحايا أكبر بكتير والخسائر في المنشآت أكتر بكتير. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط. وما تنساش دول.